قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، بقالنا كتير ما اتكلمناش. هو والله يعني بالنسبه لي في حوار التصوير وان انا ما بصورش كتير وكده، هو الفكره بس ان انا بكسل البس والله مش اكتر، فانا اسفه. ولو في اي دوشه في الفيديو انا هحاول اشيلها، ولو ما اتشالتش تقبلوني زي ما انا بقى، معلش. النهارده الفيديو هنتكلم فيه عن كذا بوينت للثانويه العامه. هو الناس اللي لسه مراكمه لغايه دلوقتي ومش عارفه تعمل ايه، الناس اللي لسه ما بداتش وعايزه تبدا او تاجل السنه، وبالنسبة ازاي هتذاكر الفترة الأخيرة وتراجع الفترة الأخيرة. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي. أول حاجة هنتكلم فيها وهو الناس المراكمة لغاية دلوقتي. أنا شايفة إن محاضرات المراجعة الجديدة اللي بتنزل بتبقى طويلة شويتين 3، ماشي؟ فانت تخلص المحاضرات الجديدة اللي بتنزل عشان ما تتراكمش عليك تاني. هتخلص المحاضرات الجديدة اللي بتنزل وهتاخد جزء من المحاضرات اللي متراكمة. يعني مثلا متراكمة عليك 16 محاضرة ونزل دلوقتي محاضرة جديدة، ماشي؟ هتشوف الاول المحاضره الجديده وهتخلصها وهتحل عليها، بعد كده تاخد محاضره من القديمه. ما خلصتش النهارده وما كانش فيه وقت مثلا، عادي خد اليوم اللي بعده، ما تقفلهاش على نفسك وتخنق نفسك اكتر اصلا ما انت مخنوق. ده اول بوينت هنتكلم فيه. تاني بوينت عايزين نتكلم فيها والناس اللي لسه ما بدأتش. انا اتكلمت كتير قوي، عملت 4 اجزاء فيديو لو لسه ما بدأتش تعمل ايه، بس يعني انا مش عارفه بجد اعمل لكم ايه تاني. بس هو الفكره دلوقتي، انا شايفه تنقذ 90% من المنهج اللي عليك احسن ما تضيعه كله وتأجل السنه وتضيع سنه من عمرك. هقول لك تعمل ايه. هتبدأ بالاهم ثم المهم. يعني ايه؟ يعني هتبدأ من الاخر للاول، يعتبر في كل المواد. يعني مثلا عندك الكيمياء اكبر كمان من درجات على ايه؟ على العضويه، يبقى هتبدأ بالعضويه. عندك في الاحياء الدي ان ايه والتكاثر والمناعه، فهتمشي من الاخر للاول. الفيزياء اتعامل معاها على انها مادتين. يعني ايه؟ يعني ان الحديثه دي ماده والكهرباء دي ماده تانية خالص، دي بتتذاكر لوحدها ودي بتتذاكر لوحدها، ما احسبهم مادتين مختلفين، ماشي؟ عندنا ايه تاني؟ بالنسبه للعربي ابدا اخلص البلاغه في يوم. البلاغه قليله جدا، يعني مش عايزين نستهبل اكتر ما احنا بنستهبل. البلاغه قليله، خلص البلاغه في يوم. بعد كده خد قسم النحو، يعني مثلا كل يوم من الاصعب للاسهل. بالنسبه للادب برضو سهل جدا، بس حاول تربطوا ببعض. اساسي كل يوم تحل قطعه انجليزي وقطعه عربي ونص عربي وترجمه انجليزي، دول اساسي كل يوم تحلهم. الفرنساوي سهل جدا، يعني مثلا في يوم خدت مثلا في عربي وكيمياء، خد مع الفرنساوي ماده خفيفه، هم كلهم 6 يونت على بعض فهيخلصوا بسرعه. حاول تعمل رينج لنفسك ان انت تخلص المنهج كله قبل ما شهر 6 يبدأ. هتقولي دي حاجة مستحيلة، ده فترة 13 يوم. لو قسمناها ان احنا ثبتنا كل يوم الانجليزي، انت كده هتخلص ال 12 يونت وال 12 فصل قصة. وثبتنا برضو الفرنساوي، هتخلص الفرنساوي كله في 6 ايام. بلس المواد التانية هتحاول تقسمها بالتعادل على ال 12 يوم او ال 13 يوم دول علشان تخلص في اسرع وقت. طيب اذاكر كام ساعة في اليوم؟ انا اليوم ما بيقضيش معايا، مفيش عدد ساعات معين نهائي. هو كل الفكرة انك تنظم وقتك صح. يعني افضل وقت انك تذاكر فيه هو الفجر، ماشي؟ انت ما تعرفش تصحى الفجر، انا بقول لك اسهر. مالكش بقى دعوه اللي يقول لك لا السهر مش مفيد ومش عارفه ايه. انت كائن ما بتعرفش تصحى الفجر، هتموت نفسك، هتنام 12 ساعه، تقوم متضايق ومكتئب ان انت ما ذاكرتش، فتضيع اليوم ده كمان وتيجي تاني يوم تعمل نفس السلسله تاني. فاحنا هنختصر الموضوع كله. ما بتعرفش تصحى بدري، يا اما هتخلي حد يصحيك، مفيش حد في البيت هيصحيك، خلاص انت حط لنفسك سيستم ان انت هتبدا تسهر بالليل وتلم من اللي عليك. التاسكات اللي عليك تحطها تكون معقوله، يعني ما تحطش مثلا لنفسك ان انت هتذاكر 12 درس بتاع العضويه و3 يونتات انجليزي ومش عارفه ايه. حط تاسكات تكون على قدك، ما يعني انت عارف قدراتك قد ايه. ازاي هتسرع من مذاكرتك وما تكونش بطيء في المذاكره؟ اول حاجه تسرع فيديو الشرح على 1.5، يعني اقل حاجه. انت لو بتتفرج دلوقتي على الفيديو باللي هو بالبطء ده، فانا شايفه بصراحه، انا كنور وجهه نظري ان انا شايفه ان ده تضييع وقت. انا كده بضيع من وقتي جدا، ماشي؟ ان انا مثلا فيديو 4 ساعات فاشوفه في 4 ساعات، لا انا كنت بسرع على 2 اصلا، ماشي؟ انت ما بتفهمش لما بتسرع على 2، سرع على 1.5، مش هيفرق كتير. بالنسبه لايه تاني كنت عايزه اتكلم في ايه تاني؟ بالنسبه لكتب الحل، حل كتب المراجعه اللي معاك، ما تجيبش اي حاجه الا لما الكتب اللي معاك تخلص. لما الكتب اللي معاك تخلص ساعتها جيب كتب تانية وحل منها، حل من كتب المدرسين. المهم ان انت تحل كتير جدا. هتحل شوامل امتى؟ دايما بفضل اقولها ان انت تحل شوامل من دلوقت. يعني ايه تحل شوامل من دلوقت؟
يعني من اللحظه اللي انت بتسمع فيها الفيديو دي تقفل وتحل شوامل، حتى لو انت لسه هتبدا في المنهج. ده هيقيس مستواك، هيخليك تكتسب مناعه، هيخليك تكتسب قوه. ولما تيجي تحل شامل اعمله كانه امتحان، هيئ نفسك لجو الامتحان. وانت في اللجنه مش هتبقى هاديه خالص، انت هتلاقي اللي بتعيط، وهتلاقي اللي عايزه تقطع شرايينها، واللي عايزه تنط من الشباك، وصاحبك اللي طول السنه بيذاكر ده بيصوت وبيعيط ومش عارفه ايه. مالكش دعوه بكل الكلام ده. انت تعود نفسك ان انت هتركز في امتحانك بس لازم تعود نفسك على الدوشه. يعني ايه؟ وانت بتحل بس، مش وانت بتذاكر. عشان مثلا وانت في اللجنه هتلاقي اللي بيبيع طماطم وبيبيع خضار تحت المدرسه عادي جدا، بتاع روبابيكيا بيعدي عادي جدا. يعني انا مثلا بتاع روبابيكيا اللي عندنا ده ما بيحبش يعدي الا لما قرر ان انا اسجل على الفيديو، مش فاهمه ليه بجد. بس ايا كان، يعني لازم تعود نفسك على الدوشه، وانك تعرف تركز تحت ضغط. اظبط وقت، يعني مثلا امتحان شامل فيزياء، اظبط مده الامتحان يبقى في دوشه حواليك، او مش لازم يبقى في دوشه حواليك، اقصد ان انت ما تهيأش ان انت بتقفل على نفسك الباب والدنيا تكون هاديه هوس خالص، لا. هيئ لنفسك جو الامتحان كأنك في لجنة بالظبط. اهم حاجة خلي عندك يقين بالله. حتى لو لسه هتبدأ خليك واثق من نفسك، واثق من ربنا ان انت هتلحق وهتوصل. بلاش تفكر قوي في فكرة التأجيل، لان انا مش بحبها نهائي. في ناس مأجلة من السنة اللي فاتت ومقسمة، واقسم بالله بتابع معاهم دلوقتي في المذاكرة حرفيا بيعيطوا ان هم أجلوا، لان هم برضو مزنوقين نفس الزنقة بتاع دفعة 2024 وهم كانوا دفعة 2023. بلاش تحبط اهلك، بلاش تحبط نفسك. ابعد عن صحابك الدحيحه. هتقولي ليه؟ هقولك انت لما تشوف صاحبك الفلاني حل كتاب و2 و3 وانت لسه في اول كتاب هتحبط وهتكره نفسك حرفيا. فابعد خالص عن شله الدحيحه، مالكش دعوه بحد. لو جبت 0 في الامتحان ابدا علي مستواك، شوف انت بتغلط في ايه وعدله، حسن من مستواك، وصدقني لسه في وقت ولسه هتقدر توصل. كان في بوينت تاني هتكلم عنها غير اللي لسه ما بدأش وبتاع المتراكم. ازاي تراجع. بالنسبه للناس اصلا اللي مخلصه وبتراجع ومش مراكمه حاجه، الناس دي انا عايزه اقول لكم بجد ان انا فخوره بيكم، ماشي، وفخوره طبعا بكل الناس اللي هتبدا وكده. بس بالنسبه للناس اللي هي اصلا مخلصه منهج ولسه ماشيه وبتحل وكده، حلوا يعني كل يوم مثلا لو هتذاكروا مثلا مادتين، تحلوا في المادتين امتحانات شامله اساسي. حتى لو انت لسه مخلصتش مراجعه، انت لسه بتراجع. هتراجع ازاي؟ انت خلاص شفت فيديو الشرح مثلا بتاع الباب الاول مثلا من اسبوع، جيت تحل عليه لقيت نفسك مش فاكره، هتعمل ايه؟ هتقرا الباب الاول ده، هتربط، تراجع على القوانين، هكذا تروح حلل عليه. طيب في يعني ماذا بعد؟ انت هتحل عليه وتدي لنفسك درجه، تشوف ايه الحتت اللي انت واقع منها او واقع فيها، وترجع تذاكرها تاني وتحل عليها تاني. بس يعني انا كده ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. واللي مش عاجبه النظام ده، في جدول 3 جداول على قناه التليجرام، جدول لادبي وجدول لعلم علوم وجدول لعلم رياضه، وكمان نزلتهم هنا على المنتدى على قناه اليوتيوب، ماشي. واللي محتاج اي حاجه ابعت لي انستا او يبعت لي تليجرام، يبعت لي اي حته، انا برد في كل مكان يعني. بس ادعوا لي لان انا ده اسبوع ما قبل الفاينل، والفاينل الاسبوع الجاي، واول ماده عندنا اسمها نصوص نفسيه باللغه الانجليزيه، وانا اصلا يعني بحس ان الانجليزي ما بيجيش معايا سكه، وحرفيا مش عارفه اذاكر الماده، فادعوا لي. بس محتاج اي حاجه ابعت لي انستا او تليجرام. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، ويلا سلام.